لو حسيتي في ابنك أو بنتك موهبة اوعي تسيبيها، قويها وقفي جنبه فيها. الله يا ميرو، الاكسسوارز اللي انتي عاملاها دي حلوة جدا، كأنها جاهزة والله. والشنطة الخرز دي انتي خلصتيها ما شاء الله، روعة جميلة جدا. ايوه يا ماما، كله انا اللي عاملاه، الاكسسوارز والعقده والخواتم والشنطه كله انا عاملاه. انا لابساهم وطالعه مخصوص عشان افرجك عليهم، ايه رايك بقى؟ ما شاء الله عليك يا بنتي، ربنا يحميكي والله. ايه رأيك يا ميرو تعملي جروب على الواتساب وتدخلي فيه صحابك وتعرضي حاجتك على الجروب وبالطلب، اللي عايز حاجة تعمليها له وتسعري حاجتك. بجد يا ماما؟ هو انت تفتكري ان حاجتي هتعجبهم؟ حبيبتي لازم تكوني مقتنعة بنفسك ومقتنعة بموهبتك، طبعا هتعجب اي حد، وانا مش هنافقك. لو فيها مشكلة كنت قلتلك تعدليها، لكن ما شاء الله الحاجة كأنها جاهزة. غير ان الحاجات الهاند ميد دي بتبقى قيمة جدا وغالية. ماشي يا ماما، هبقى اجرب. ايه رايك في الحاجات اللي انا عرضتها على الواتساب؟ حلوه؟ هي حلوة، معقول انت اللي عاملاها؟ والله انا اللي عاملاه. بس خلي بالك يا ميرو، حاجتك غالية قوي، وما تبقيش تدخليني في اي جروبات تاني. وانا يا ميرو تليفوني بيهنك. عموما براحتكم، انا اصلا الاكسسوارز دي انا كنت عاملاها لنفسي انا، واللي كان عايز كنت هعمله بالطلب. عموما لو عايزانا نشتري رخصي حاجتك، هي مش براندات يعني. لا يا حبيبتي، دي حاجات هاند ميد، يعني اغلى من الماركات. انا بحسب الخرز مع شغلي، دي حاجات بتتعب قوي وبتاخد مجهود. خلاص ما تبقيش تدخلينا الجروبات بتاعتك دي تاني، بيطلعينا منها. ايه يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ مالك بس، في ايه؟ يا ماما، اصحابي في المدرسه بيقولوا لي حاجتك غاليه وما تدخلناش اي جروبات تاني، وبيقولوا لي حاجتك دي مش براندات يعني عشان تعمليها بالغلو ده. معلش يا حبيبتي، هم برضو صغيرين ومش قادرين يقيموا الحاجات اللي انت جايباها، لا قادرين يحسبوا الخرز ده بقد ايه ولا تعب ايديكي قد ايه. بس كل مشكلة ولها حل يا ميرو. بس انا يا ماما من جوايا حاسه ان انا متضايقه ومحبطه، احبطوني بكلامهم ده. بصي يا حبيبتي، انا حاسه بيكي، وانا عارفه ان انت حاسه بايه دلوقتي، وعندك حق تبقي من جواكي زعلانه. المهم انت تكوني مؤمنه بالموهبه اللي جواكي، لازم يكون عندك ثقه في نفسك، ما تستنيش حد يا ميرو يديك الثقه، ولو جربتي طريق وما نفعش تجربي طريق تاني. ازاي بس يا ماما؟ اعمل ايه يعني؟ ايه رأيك يا ميرو تعملي صفحة على الفيسبوك وتعرضي فيها حاجتك، وبعد كده اعملي صفحة كمان على التيك توك واعرضي فيها حاجتك، الموضوع هيبقى أوسع وأشمل، ومرة على مرة الموضوع هيكبر معاكي. وخدي بالك ما تزهقيش، حتى لو الطريق طويل ما تمليش، مرة على مرة هتوصلي لهدفك. يا رب يا ماما، يا رب. ان شاء الله يا حبيبتي، خلي عندك ثقة في الله. ماما يا ماما، في بنت جات لي على الفيسبوك وطلبت مني شنطة لمامتها، هي ساكنة جنبنا هنا مش بعيدة. يا حبيبتي طب الحمد لله، اهدي اول خطوة في خطوات نجاحك، يا رب تكبري وتعملي محل كبير مليان شنط وتعمليه وتشغلي كمان في ناس. هو ده يا ماما ممكن يحصل؟ طبعا يا حبيبتي، خليكي ورا حلمك واجتهدي عليه، وخليكي جدعة في دراستك وما تهمليهاش، وخلي الباقي على ربنا. شكرا يا ماما يا حبيبتي. ايه يا احمد مالك قاعد زهقان كده ليه؟ انا عايزه ابيع زي ميرو شنط وخرز. يعني انت بتعرف تعمل شنط بالخرز يا احمد، وبتعرف تعمل اكسسوارات؟ لا معرفش، بس انا عايزه ابيع وخلاص. فكرة البيع نفسها جميلة يا احمد، ايه رأيك تفكر في مشروع البيع ده؟ ماشي يا ماما، هفكر. بتعمل ايه يا احمد؟ اشتريت حبايه وببدأ رسومات من على النت.
ببيع لصحابي الورقة 5 جنيه. والله يا احمد برافو، فكرة جميلة. طب ما انت دماغك حلوة اهو، لما بتحط حاجة في دماغك بتعملها. انا حاسة ان انت لما هتكبر هتبقى رجل اعمال كبير قوي. بجد يا ماما؟ بجد يا حبيبي. بدل ما يتملى دماغهم بحاجات كلها ملهاش لازمة وتفاهات، وبدل طول القعدة على الشاشات والموبايلات، دوري جواهم على أي موهبة فيهم ونمي القدرات، وشجعيهم وقويهم يواجهوا أي تحديات. عرفيهم إن مهما مروا بصدمات دي بداية نجاح حقيقية، وهتقويهم على الأزمات. ولو حد محتاج فكرة تانية أو نصيحة تانية يكتب لي في التعليقات. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد من حكايات ماما ميرو.